طبعا انت مستني اكلمك عن لامين يامال او داني اولمو، بس الحقيقه انا جاي اتكلم معاك عن مارك كوكوريا. في الكرة دي هتلاقي ان ديمبلي بيحاول يجري في ظهر كوكوريا، وفعلا أوليس بيلعب له الكرة في المساحة، ولكن كوكوريا لها بالمرصاد. وهنا هتلاقي ان كوندي بيحاول يلعب ال1 2 مع ديمبلي ويجري في المساحة، ولكن كوكوريا بيضغط على ديمبلي وبيقفل عليه مسار التمريرة ويستخلص الكرة. وهنا الكرة دي بتتلعب لديمبلي وكوكوريا بيطلع وراه، بس هو بيضغط بيبص لا أوليس انت جيت لي منين يا عم. وفعلا أوليس بيحاول يستلم وعايز يجري بكوكوريا على الخط ويعمل بقى الشغل بتاعه، ولكن كوكوريا اداله واحدة طلعه بره الملعب خالص علشان يحرم يجي هنا تاني. في الشوط التاني أوليس حب ينتقم وراح يلعب ناحية كوكوريا. كوكوريا قال له انت بس بتجري رايح فين، تعالى كده هات الكرة دي تلزمني. ودي واحدة كمان بيحط جسمه قدام أوليس بكل صياعة وبرضه بياخد منه الكرة. أوليس حب يهرب من كوكوريا ويخش لقلب الملعب، بس كوكوريا ما سابهوش وقال له بس تعالى هنا الكرة دي تلزمني تاني. وهنا بقى مبابي اتلم على كرة على أول ال 18، قال لك بس هي دي، وجي يشوط. مين اللي طلع له من بره الكادر؟ كوكوريا، علشان الكرة تخبط فيه وتطلع ركنية. امبابي اتلم على واحدة تانية جوه ال 18، كوكوريا رايح مديله واحدة كده صغيرة في صدره وهو بيستلم علشان توازنه يختل، وبالتالي يقدر كوكوريا يوصل هو الأول للكرة ويطلعها من قدام امبابي. وهتلاقي امبابي بص له بص يا جدع انت جيت لي منين. الكرة دي في الدقيقة 95 واللي بيستلم ريان شرقي في نص الملعب والنتيجة 2-0، بس كوكوريا ما عندوش يمر حميني، بيضغط على ريان شرقي يستخلص منه الكرة ويكمل الهجمة ويلعب في الآخر للامين يامال ويحافظ على الاستحواذ لأسبانيا، وكل ده خلي بالك في الدقيقة 96. تفتكر بقى كوكوريا هيقدر يوقف ميسي في آخر 10 دقايق لما يروح على الجنب اليمين؟ قول لي رأيك في الكومنتات وما تنساش اللايك والفولو. كان معاك محمد ممدوح.